ولد علي. شوف ايش يقول. كابتن نور الدين، والله ما ودي اقول لك هارد لك، يشهد الله، ولكن مباراة تاريخية لفريقك. كلنا نعرف امكانيات هذا اليمن العنيد، ولكن تقدم 2-0. كرة القدم اتوقع اثبتت انها لا تعرف كبير. الجول الاول هو اللي اثر علينا كثير، لانه جاء من كرة اللي احنا حكينا عليها لازم يديروا بالنا عليه. هذه هي. لكن بصفة عامة يعني المردود كان مليح، النتيجة ما تبعتناش ضد فريق قوي اللي هو يعتبر فريق لعب كأس عالم، اللي عنده إمكانية. حرجته نقولوا حرجناها 90 دقيقة. 90 دقيقة أنا مليح اللاعبين في التكوين تاع اللاعبين. في المستقبل لازم اللاعبين تاعي لازم يثيقوا بنفسهم ويروحوا ان شاء الله للابعد ان شاء الله في المشوار. نور رامي كان زعلان للامانه امام الحكم، وله وجهه نظر. يقول الحكم مثلا يقول للاعب السعودي اهدى انا راح اضبطك، وهو ما يسمعني. يقول لذلك ما كان يسمع. يقول انا كابتن. لا كان يحكي كابتن. يقول انا كابتنك، يحكي ككابتن. في هذه المباريات هذه عرس، مرات تتقاضى على الامور. فيه كره قدم صح، فيه التحكيم، بس مرات تعطيها انت تسيرها في الروح اللي تحب تسيرها. حضرنا مباريات فيه ما نقولوش فيه عنف، فيه خشونه، بس فيه الحكم وين كيف يسيرها يعني بالاخوه، فهمت، بالبيداغوجيه تاعو، بالبسيكولوجيه تاعو، بالذهني تاعو. هذه الامور اللي اظن الحاكم ما تحكمش فيها، ما قدر يسيطر على المباراه، فلتت. لا يعني اخر شيء كما يقول لك اللي فات مات. نحكوا على الحكم والنتيجه 3-2. قلت لك برافو على الشباب اللي شكرا لا يسترك. شكرا. طيب شكرا لكم عبد العزيز. انت فرحان فايز بس اهدى شوي. طيب من يبي يتكلم عن المباراه؟